صباح الخيرات والجمجميات. معلش انا مبتدي الحلقه بضحك بس مش قادر امسك نفسي، مع ان احنا هنتكلم في موضوع جد جدا اللي هو التمويل، انك لو احتجت تاخد تمويل من البنك هتعمل ايه. انما علشان جه في دماغي وتخيلت مشهد علي الكسار في فيلم سلفني 3 جنيه اللي اخرجه توجو مزراحي سنه 1939. الفيلم ده كان بطولة علي الكسار زي ما قلنا، وكنا بنشوف انه كان بيمثل شخصية عثمان اللي بيتعرض لمواقف كوميدية تموت من الضحك، وكان بيحاول طول الفيلم انه يدبر 3 جنيه علشان يسدد رهن البيت. واجه صعوبات قد كده كتير جدا ودمها خفيف جدا. لكن يا ترى النهارده لما حضرتك هتروح البنك وتقول له سلفني، قصتك هتمشي ازاي؟ اهلا بيكم في جمجميات. طبعا اللي فيكم بيسأل دلوقتي هو كان ايه المتاح في البنوك وقت انتاج فيلم سلفني 3 جنيه؟ حقيقي لما بشوف الفيلم ده النهارده بشفق على عثمان. ما هو لو كان عنده كل اختيارات التمويل اللي موجودة عندنا النهاردة بالسهولة اللي بقت متاحة بيها، كان الفيلم خلص من أول 5 دقايق وما كناش فطسنا على روحنا وكنا سعداء بيه زي ما احنا دلوقتي. المهم الأستاذ توجو مزراحي قعد كتب كل السيناريو ده. بالمناسبة هو كاتب السيناريو كمان مش بس المخرج. ايه بقى برامج التمويل اللي ممكن تسهل علينا تحقيق خططنا المالية وازاي نقدر ناخد التمويل ده بسهولة؟ اولا تمويل شخصي لأغراض عامة مختلفة، وده يعتبر اشهر نوع تمويل للافراد، والعميل بيستخدمه لأي غرض. عايز يشطب شقة، عايز يتجوز، عايز يعلم عياله، عايز يتعالج، عايز يسافر. البنك من ناحيته بيقيم قدرة العميل على السداد حسب الدخل، وزمان كانت مفردات المرتب هي العنصر الأقوى لتحديد الموافقة أو الرفض. لكن دلوقتي الوضع اختلف خالص، لأن معظم البنوك بقت تستخدم الآي سكور. مش بقول لكم الفيلم كان هيخلص في 5 دقايق. نيجي للنوع التاني، تمويل شخصي لأغراض استهلاكية. وهنا حضرتك بتحدد انت عايز تشتري ايه، والبنك بيتعامل مع التاجر بالنيابة عنك، وعادة البنك بيدفع للتاجر فلوسه كاملة وانت بتقسط للبنك. وبالمناسبة التمويل ده دلوقتي ما بقاش للسلع فقط، ده كمان بقى بيدخل فيه الخدمات زي الطبية والتعليمية. نروح بقى لتمويل السيارات، وده رغم انه معروف في المجمل لمعظم الناس، لكن التفصيلة الصغيرة اللي يمكن بعضنا مش عارفها ان بنوك كتير مع ارتفاع اسعار الزيرو بقت بتمول شراء السيارات المستعملة كمان. نيجي بقى على نوع مهم جدا جدا اللي هو التمويل العقاري. انا عارف ان انت قاعد مستنيه من بداية الفيديو، هعدي على كل نوع منه باختصار وهقول لك المفيد. اول نوع هو التمويل العقاري الخاص. ده حضرتك عايز تشتري وحدة سكنية او تجارية خارج كل المبادرات المدعمة اللي هنتكلم عليها بعد شوية، تقدر. الميزة اللي بتكسبها هي حرية اختيار الوقت اللي تشتري فيه واختيار اي موقع يعجبك. لكن الميزة اللي بتخسرها انك بتدفع فايدة السوق العادية من غير مبادرات. طب لو عايز تدفع فايدة اقل من فايدة السوق، يبقى تعالى معايا للنوع التاني. النوع التاني هو تمويل عقاري ضمن مبادرات الكبير. مش عارف مين الكبير؟ البنك المركزي طبعا. البنك المركزي أطلق مبادرات بفايدة مدعمة لمساعدة شرايح أكبر على امتلاك وحدات سكنية بفايدة أقل من أسعار السوق، ودي فرصتك عشان تدفع فايدة أقل من سعر السوق. طب لو الفرصة دي فاتتك، يبقى خليك معايا وما تفوتش النوع الثالث. النوع الثالث هو تمويل عقاري لمحدود الدخل، وده بالتعاون مع صندوق الإسكان ووزارة الإسكان. هنا عندي كلمتين لازم يتقالوا، ده تمويل لمحدود الدخل. أرجوك ومن فضلك سيبه لمحدود الدخل، ما تحاولش تتلاعب بالورق عشان تاخد حاجة مش ليك. ما تستكترش على محدود الدخل انه يتملك. فمن فضلك لو حضرتك مش من محدود الدخل، سيب النوع ده للي يستحق. في النوع ده العميل بيستفيد بدعم مش بس في الفايدة،
لكن كمان في تسهيلات في المقدم ودعم نقدي للوحدة نفسها. عندك كمان سلف المرتبات، ده مبلغ صغير وسريع بياخده الموظف بضمان تحويل مرتبه على البنك، وده في أغلب الأحيان بيتم بإجراءات أبسط بكتير من باقي أنواع القروض. ودلوقتي بنوك كتير بقت تقدم سلف فورية من خلال تطبيق البنك على الموبايل وانت في مكانك من غير ما تروح البنك. وهنا البنك بيعتمد على انتظام نزول المرتب لحسابك والسلوك المالي للعميل بشكل عام. كده احنا خلصنا التمويلات العادية المباشرة، انما ما ينفعش ننسى حاجة مهمة جدا 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 طالما بنتكلم على التمويل: بطاقات الائتمان. وطبعا عندي معلومة يمكن تكون مش معروفة للناس: بطاقات الائتمان بأنواعها المختلفة، سواء الكلاسيك، الجولد، البلاتينم وغيرها اللي الناس بتستخدمها في المشتريات والسحب والسفر والحجز اونلاين الى اخره. ناس كتير فاكرين ان الفايدة على الكارت تبدأ من اول يوم، لكن في الحقيقة معظم القروض فيها فترة سماح. لو العميل سدد كامل المديونية قبل تاريخ الاستحقاق، ساعتها ما يتحسبش فوائد على المشتريات. طب ايه الورق المطلوب عشان احصل على تمويل؟ في انواع من اللي قلتها ممكن بالبطاقة بس. والله بجد ممكن بالبطاقة بس، انت بس اللي ما جربتش تروح وتسأل. وفي انواع تانية بيطلب مع البطاقة ايصال مرافق، وفي انواع تانية بيطلب مفردات مرتب من الشركة اللي حضرتك بتشتغل فيها. وفي التمويل العقاري او تمويل السيارات بيطلب مستندات خاصة بالوحدة او بالعربية اللي حضرتك عايز تشتريها. الفكرة ان كلها اوراق بسيطة تقدر تجيبها بسهولة، وهتتفاجئ لما تروح البنك تسأل قد ايه الموضوع كان بسيط. في النهاية المنيو قدامك في موضوع التمويل. الفكرة مش بس انك تاخد فلوس من البنك، لا، ده زي ما شفنا متاح تقريبا لكل الناس، من اول اصحاب الحسابات الكبيرة لحد محدود الدخل. لكن الاهم انك تختار البرنامج اللي يناسبك، اللي يناسب احتياجاتك ويساعدك تاخد الخطوة المظبوطة وفي الوقت الصح. سلام عليكم.